السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم معكم حشات ديال الفران كيجيو زوينين اقتصاديين هشاش. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي نص كيلو ديال السمنه رقيقه، كنضيف عليها قبصه ديال الملح. هنا عندي نص كاس ديال السكر سنيده، واللي كيبغي الحلاوه ممكن يدير كاس. عندي واحد سكر فاني، كندير 2 خمارات، كنخلطوا النواشف مزيان وكنبسبسوهم بنص كاس ديال الزيت. كنبسبسوا السميده مزيان حتى كتلبس كامله بالزيت كما هو موضح في الفيديو. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل طريق الخير. هنايا بعد ما بسبست الخليط مزيان كندير بيضه دانون بنكهه البنان، وكنجمع الخليط بكاس ديال الحليب ديال العنبه. صافي كنجمع الخليط مزيان، كنخليوها ترتاح تقريبا مده 10 دقائق. شداك ببلغة وبيان، أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفؤاد. هاهي العجينه ديالتي بعد ما ارتاحت 10 دقائق. هنايا عندي السميده رقيقه فاش غادي نفند الحريشات ديالي، وهنا كاضافه انا درت شكوط اسود مقطع طريفات، يعني ممكن تستغناو عليهم، كتبقى اختياري. هنايا كنحضر من العجينه كويرات متوسطين الحجم، كنعمرهم طريفات ديال الشكلاط اسود وكنفندهم في السميده رقيقه وكنبسطهم شويه بين يديا. صافي كنستفهم في لاطه مدهونه بالزيت. بعد ما كنكمل الخليط ديالي كندخلهم الفران يكون سخون من قبل، كنديرهم من التحت حتى كيتشقوا وكنطلعهم الفوق يطيبوا من التحت، وكنعاود نهبطهم يكملوا طيابهم. يصدح شداك ببلغة وبيان، أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان، اصعد وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن. وها هما الحريشات ديالي بعد ما طابوا كيجيو مشقين ومحمرين زوينين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. وإلا عجبتكم القناه ما تنسوش تشتركوا، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.